هو الافضل في موقف زي ده ان انت تتكلمي معاه بشكل واضح، انه بما انك بتقولي انه باين قوي عليه ان هو بيغير او كده، فتتكلمي معاه انه ظهر عليك واحد واثنين وثلاثه. فده معناه ايه؟ ليه ده مهم؟ عشان ما تاخديش الموضوع انت على جنب كده وعماله تفسري ويكون تفسيرك غلط، وانا مفسره ان هو بيغير ومفسره ان هو مش عارف نفسه ما نجحش. ممكن يكون الكلام ده مش موجود. فافهم كمان ايه اللي وراه، لان ممكن اطمنه. يعني ممكن يكون خايف مثلا ان هو بيغير من نجاحك، فخايف مثلا ان انت في يوم من الايام تتطاولي عليه ولا تشوفي نفسك اعلى منه ولا كده، ويكون الكلام ده بعيد عن شخصيتك خالص، فتطمنين الموضوع ده والموضوع يتقفل. فمحتاجه تفهمي ايه المعتقدات اللي عنده وايه الافكار اللي عنده اللي جايه منها فكره الغيره دي. هو خايف من ايه بالظبط او بيفكر في ايه بالظبط، ويدور ما بينكم حوار في الموضوع ده. بيزد على الحوار ده هنا تتقرري انا هتصرف معاه ازاي وهعمل ايه في الموضوع ده. لكن لو خدتي الموضوع لوحدك بس هتلاقي نفسك فسرتي من دماغك وبتتصرفي عن دماغك، وقد يكون الشخص التاني مش قصده الكلام ده او مش هو ده الحقيقه يعني. فافضل شيء ان انت تتكلمي معاه على طول.